السلام عليكم. قصة اليوم راح نحكي لكم على قصة الغنجة. قالك في زمان بعيد 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 كانت واحدة الطفلة شابة بزاف واسمها غنجة. كانت الفتاة الوحيدة العائلة تاعها المرفهة بزاف، وعلى جال هادي باباها كان بزاف يخاف عليها ومبعدها على عينين الرجال. حتى لحقت 14 سنة وهي ما تعرف حتى واحد غير الأهل تاعها المقربين. ما منو عليها تخرج من الدار ولا حتى تهضر مع أي إنسان. جازوا العوام وفي يوم من الأيام صرا الجفاف هذيك البلاد، جفاف غير طبيعي، جمعها الريح والوديان نشفت والنباتات ذبلت والحيوانات هلكت وصرا القحط. الناس والعياذ بالله في ذاك الوقت اتجهوا للطقوس والطلاسم والشعوذة، دايرين في حسابهم انه هاد الافعال رايحة تنجيهم، بصح اكيد خاب ظنهم. فاقترحوا عليهم رجال القرية باش يجتمعوا يتشاوروا فيما بيناتهم، حتى جمعهم رجل حكيم وراح در مع بابات الغنجة. قال له لازم على بنتك واللي هي رمز العفاف عندنا لازم تخرج للعامة تاع الناس معرية على راسها ورجليها، وبهذا راح يروح علينا هذا القحط والجفاف. بابات الغنجة ما لقى حتى حل اخر من غير انه يقبل بهذا القرار، وجاب بنته الحبيبه عنقها لصدره وكشف لها على رجليها، فتح لها الضفاير فهبط شعرها الشباب هذاك الطويل حتى لحق لها رجليها اعزكم الله. باباها حط يديه على راس بنته باش يبارك لها، ولكن الغنجة كانت في حيرة بزاف وشو يدور بحواليها. قالت له بابا وشنو هذا اللي يصرى؟ ماني فاهمه والو. جاوبها باباها قال راح نرجعوا الماء للارض تاعنا ان شاء الله. مشى بها حتى عتبت الدار وغير حطت غنجة الخطوات تاعها الاولانيين حتى صارت المعجزه. هبت ريحه قويه وتعمرت بالسحاب معمر بالمطر، السما ظلمت وبدت تصب الشتاء على هذيك الارض العطشانه مده 4 أيام و3 ليالي. الارض شبعت ما، واكيد واعترافا بالجميل الناس عودوا في النهار الرابع داروا احتفالات حول بيت غنجة. بصح باباها بالخوف عاود خباها على الانظار، خاف عليها بزاف بزاف وراح سكنها في بيت بعيد بزاف بزاف ما يعرف حتى واحد هذاك الطريق من غيره، ودلها حماية تاع 3 حراس. ومن هذاك الوقت غنجة ما بان عليها حتى خبر، ما زادت بانت ما زادت دهرت، ولكن خلات موراها قصة كبيرة وسر كبير هو الغنجة.